صباح الخير يا حلوين. النهاردة هنعمل مع بعضينا ريفيو عن ماركة سوكان بالنسبة للكنكة الكهربائية. الكنكة دي لسه جايباها النهاردة وحبيت ان انا اشارك معاكم تجربتي ليها واقول لكم عنها. بصراحة يعني هي عبارة عن كنكة كده بس على هيئة زي الكاتل كده، ليها قاعدة. تمام، هي ضمان سنة من سوكان. تمام، وده طبعا بيقولك يعني لو هي حصل لها لا قدر الله حاجة ممكن تصلحيها فين وكده يعني. تمام، انا جايباها الماركه دي اول مره اجربها النهارده، واول مره اصلا يعني اجرب حاجه من سوكان. فحابه ان انا اشارك معاكم تجربتي النهارده لعشاق القهوه بقى. نشوف ان شاء الله باذن الله لو هي تطلع كويسه او لا، فهنجرب ونشوف. تمام، انا كده غسلت طبعا الكنكه كويس جدا ووصلتها للكهرباء. هي ليها زر كده بتشغليه زي الكاتل لو انت حابه ان انت تشغليه او تفصلي من عن طريق الزرار. طبعا الكنكه الكهربائيه عامه عموما هي اصلا ما بتفصلش، لازم انت اللي تفصليها، عشان دي بس نبقى متفقين عليها. هعمل بقى كوبايه كده صغيره على قدي. طبعا هي ما شاء الله حجمها كبير جدا الكنكه، يعني ممكن مثلا تعمل لو بالنسبه لفنجان قهوه ممكن تعمل كتير جدا. لو كوبايه ممكن تعمل مثلا اربع كوبايات حلوين. انا كده حطيت البن بتاعي حسب طبعا الرغبه انت بتحبيه تشربيه ازاي. حطيت البن وحطيت السكر. هبدا بقى ازود الميه على حسب ما انت هتحبي قد ايه. طبعا انا زي ما قلت لكم انا هجربها معاكم كوبايه قهوه صغيره خالص، فانا هحط حبه كده صغيرين. تمام، هنقلبها بقى ونشوف كده وان شاء الله باذن الله تطلع كويسه. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا جبت كذا كنكه كهربائيه بس الصراحه يعني كلهم ماركات سيئه جدا، دي شويه غاليه عن اللي انا جبتهم، فان شاء الله باذن الله تطلع كويسه يعني وتظبط معايا المره دي. انا كده هبدا اشغلها. طبعا هي كده ليها قاعده بس تحس ان القاعده بتاعتها برضو مش متزنه قوي زي الكاتل، فمحتاجه برضو انك تخلي بالك مثلا لو في اطفال او حاجه جنبك كنت بتعملي كوبايه القهوه بتاعتك. هشغلها كده بقى وهنشوف ان شاء الله باذن الله. هي ليها زر كده بتشغليه وتطفيه منها، وكمان بتنور الكنكه نفسها من فوق يعني عشان تقولك ان هي واصله لها كهرباء. عايزه اقول لكم ان الفنجان الصغير ده اصلا يعني هي كوبايه قهوه صغيره هتشوفيها دلوقتي وانا بصبها. هي ما كملتش حاجه خالص، ما كملتش اقل من دقيقه تقريبا يعني. حسيت ان هي غليت. مش عارفه ليه حسيت ان انا يعني حسيت فجاه كده ان انا بتعامل مع كاتل، يعني ما لحقتش القهوه تعمل براحتها خالص. فمش عارفه حسيت ان هي يعني غليت بسرعه جدا، يعني انا حتى ما لحقتش. تمام، دي الكنكه التانية اللي انا كنت جايباها. تمام، ودي يعني دي كانت حلوه الى حد ما، بس طبعا كذا مره كانت بتبوظ واوديها عند كذا حد يصلحها وارجع تاني اشغلها. فبس على الاقل يعني هي كانت بصراحه بتطول شويه معايا في حته ان انت لما تيجي تشغليها كانت بتطول شويه معايا، يعني كانت بتعمل مش حلو قوي. طبعا زي ما انتم شايفين انا حاسه ان الوش يعني مش اللي هو انا بحب اشرب القهوه تقيله بيبقى ليها وش تقيل. فلا حاسه ان هي مش عمليه قوي بحته ان القهوه تشربيها زي ما انت عايزه. برضو انتوا جربوها